سهراية وكوباية شاي وحكاية بيعزفها الناي. السهرة هتحلو يا عالم، إياك حد يقول مش جاي. سهراية وكوباية شاي وحكاية بيعزفها الناي، والسهرة هتحلو يا عالم وياك حد يقول مش جاي. سهراية وكوباية شاي وحكاية بيعزفها الناي، والسهرة هتحلو يا عالم وياك حد يقول مش جاي. والسلام أول حكايتنا ومش هنقول بجور أو هاي، أصل الحلم العربي غايتنا هو الأصل وغير باي باي. محتار، مش عارف أقدم إيه للناس عن العيد وليلة العيد. من يوم ما الواحد خلف والعيال كبرت بقى العيد ملوش طعم، وبيجي بهم المصاريف والهدوم الجديدة والعيديات، وأيامنا دلوقتي بقت صعبة. إيه، فين أيام الطفولة البريئة وأنا بستنى ليلة العيد والبيجامة الكستوري الجميلة، أخد جزمة العيد الجديدة ونعل كريم في حضني اللي من عند العظيم باتة، واستنى بس النهار يشقشق. إيه، الله يرحمك يا رب ويرحمك يا رب، والبيت يبقى كله نشاط وبهجة يوم العيد الصبح. حتى تصدق لما كنا بنروح المقابر مع العيلة أول يوم كان برضه بيبقى مليان فرحة وبهجة. فاكرين القرص بتاعت القرافة والبرتقال والبلح بالرحمة؟ إحساس ما يتنسيش، إحساس ما يتنسيش لما كنا نتلم أنا والأطفال قرايبي ونروح جنينة الأزبكية نلعب طول النهار ونتفرج على الأراجوز وعلى خيال الظل، ونصرف في العيدية ونبذخ بالفلوس الكتير. ويا سلام لما كنا نركب علي عوض والراجل مزوق الحمار بورق الكوريشة الملون والبلالين والمراجيح اللي واقفة على نصة الشارع مدهونة جديد، وهدومنا كانت ساعات تتعاص من الدهان الجديد. يا سلام، هو ده العيد بجد. كانتهم نيلة على أيامهم دلوقت وعاداتهم الميعة. إيه، كانت أيام. دلوقتي الواحد من كتر الجري على الرزق وتدبير المصاريف والمدارس ولبسهم وفسحهم بيبقى عايز ياخد أيام العيد كلها. أقول لك، وبننام دلوقتي ودي السكريبت ده الاستوديو، وساعة تسجيل الحلقة يحلها المولى. هنشوف بقى بابا كاتب ايه ليلة العيد. ايه ده؟ ايه ده؟ بيجامة كستور، جزمة باتا. باتا؟ هو انت من ايام باتا يا بابا؟ مراجيح العتبة مين علي عوض؟ وهيركب معاه ايه علي عوض ده؟ مش فاهمة مين علي عوض؟ كنش واحد صاحب جده؟ مش عارفة. تراب وقرص. ايه يا بابا ده معقولة؟ هتطلع تقول للناس تراب وقرافة وعلي عوض؟ مين دول؟ لا، انا بقى هقدم حلقة ليلة العيد. مساء الفل عليكم وما احلى الرجوع اليكم. رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامجكم سهراية كوباية شاي، واللي ما عملش الشاي يعمل الشاي ويحصلنا. بابا خلاص نام، وانا النهاردة هقدم لكم حلقة ليلة العيد. زي ما قدمت لكم حلقة فانوس رمضان، انا هقدم لكم حلقة ليلة العيد. طبعا
أجواء العيد وفرحة العيد دي محدش يختلف عليها، لكن خروجات العيد والطريقة اللي بنحتفل بيها في العيد دي فعلا اللي بنختلف عليها من كل جيل للتاني. يعتبر الحاجة الوحيدة اللي احنا متفقين عليها لحد جيلنا ده هي بيجامة العيد. فعلا لازم وقفة العيد تيجي وتكون بيجامة العيد الجديدة حاضرة. من وجهة نظر أنا كبنت ما ينفعش بيجامة العيد تكون لوحدها، لازم طبعا قبليها الماسكوت والسكين كير والبرفيوم الجديد والباتي سبلاش والكريمات الترطيب، وكل ده لازم يكون موجود، وكل ده برضو بيحسسنا بفرحة تانية خالص. أهم حاجة الإسدال الجديد عشان ننزل نصلي بالعيد. صلاة العيد دي برضو متعتها غير تكبيرات العيد والأهالي والناس فرحانة في الشارع، برضو دي ليها طعم تاني. نيجي الأول يوم العيد وده بيكون للأهالي فقط، تجمعات العيلة والهزار والضحك، وأهم حاجة العيدية اللي مهما كبرنا مش هنكبر عليها، بس هي اللي لازم تكبر شوية، هو احنا بنكبر وهي بتفضل زي ما هي. المهم نيجي بقى لتاني يوم ولحد آخر يوم العيد، دي بتبقى خروجات الصحاب والفسح والنزول والسفر، سفرية لأسوان، سفرية للساحل، حضور حفلات، خروجات للسينما والمولات والأكل في المطاعم المشهورة ومحلات الهدوم، البراندات اللي بندخل نتفرج على الفساتين وعلى الميك اب وعلى البرفيوم وعلى كل ده، وخروجات وسط البلد والقعدة على النيل، وفي جنينة على النيل كده تبقى جميلة قوي، دي برضو الخروجة فيها بتبقى ممتعة جدا. كل دي حاجات بنعملها، اي نعم بنرجع اخر اليوم مهدودين ومش شايفين قدامنا، بس بنبقى فرحانين وحاسين ان احنا عملنا حاجة، حاسين ان احنا استفدنا فعلا بالعيد وحسينا بالعيد. وهي دي كانت حلقة ليلة العيد. كل سنة وانتم طيبين. هنرجع لكم بحلقة جديدة من برنامجكم سهراية وكوباية شاي. ايوه كده، هو ده العيد، مش علي عوض وبشانه. محدش يقول للبابا ان انا سجلت الحلقة دي، خلوها سر.